السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصدقائي، معادنا مع أخبار النادي الأهلي اليوم، ومن خلال المتابعة خلال 48 ساعة الماضية والأحداث التي تتصاعد ما بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي. وعندنا عنوان رئيسي وهو إنصاف الكابتن محمود الخطيب، وإنصافه بيجي بعد سنة، والتفاصيل هتيجي في خلال السياق. اول خبر معانا بنقول ان تجاوزات الحكم محمود وفا مع لاعبي النادي الاهلي ما كانتش مع بداية المباراة فقط، ولكن من قبل المباراة ما تبدأ، وتصريحه بانه قال لكابتن تريزيجيه انت متوصى عليك النهارده. وده اللي صرح بيه الكابتن عدلي القيعي مع المذيع ابراهيم فايق. تاني حاجة، تحديد الحكم محمود وفا لإدارة مباراة النادي الأهلي. جه تحذير من الكابتن سمير عثمان الحكم الدولي وهو برفقة محمود وفا على الطايرة اللي جاية من ليبيا، وحذروا من إدارة المباراة لأنه غير مؤهل لإدارة المباراة بالشكل دوت، خصوصا وأن هو اللي أدار مباراة الدور الأول. عندنا خبر تاني بيقول ان اصرار الحكم على عدم احتساب ركلة الجزاء كان اصرار غريب جدا، بناء على تصريحات الكابتن محمود عاشور، وانه اصر اكتر من مرة وان هو يقول له انه في ضربة جزاء، ان هو يجي يراجع لقطة الفار، وكان بيتهرب منه حكم المباراة. بنقول برضو انه التسريبات اكدت من تسجيلات غرفة الفار تجاوزات الحكم محمود وفا في حق كل من الكابتن حسين الشحات والكابتن تريزيجيه والكابتن محمد الشناوي، وهو ما اكدوا تسريبات للنادي الاهلي، وهو ما يصر عليه النادي الاهلي بانه لازم يسمع ما دار ما بين تقنية ما دار ما بين حكام الفار وما بين الحكم، وبالتالي ما دار ما بين الحكم وما بين لعيبة النادي الأهلي. آخر حاجة زي ما قلنا هو إنصاف الكابتن محمود الخطيب، حيث صرح أوسكار رويز اللي هو مسؤول لجنة الحكام بأنه ماتش السنة اللي فاتت ما بين الأهلي والزمالك لم يتم طلب منه استخدام حكام أجانب، رغم إرسال 3 خطابات رسمية بأنه الوقت لم يسمح بعد مطالبة رئيس لجنة الحكام باستخدام حكام أجانب، ولكن الوقت لم يسمح باستخدام حكام أجانب. وده اللي بينصف الكابتن محمود الخطيب بعد سنة. وفي نهاية الفيديو بشكركم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.